سيد الوزير، مرحبا بالطاقم المرافق له. سيد الوزير، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وقت يجتمعوا الأساتذة والمعلمين ويخرجوا العدد المهول هذاك، راهم مش غالطين، راك انت غلط، لازم تعترف ان انت غلط. ما دام ما تعترفش انت غلط لازمك ترحل. اما انا راك ترحل علاش؟ قمت اخطاء قاتله، الحق مانيش باش نناقشك في مضمون المشروع الاصلاحي، لا ادعي المعرفه في مضمون المشروع الاصلاحي نتاعك باش نجم نقيم. اما اللي هو متاكد منه وثابت منه انك سيادتك عملت فتنه بين المعلمين والاساتذه والتلامذه، سيادتك قلبت التلامذه على الاساتذه والاساتذه على التلامذه، سيادتك هنت الاستاذ هبطت من قيمته، سيادتك ولات عندنا معناتها اعتداءات بالعنف داخل المدارس بين الاستاذ والتلميذ والتلميذ والاستاذ اللي ما عشناهاش قبل. هذا خطا بالنسبه لنا قاتل، خاطر مهما كان المشروع الاصلاحي نتاعك باش تعمله مش باش ينجح، مهما كانت النجاعه والعبقريه تاع المشروع نتاع سيادتكم، فرضا هو عبقري ماهوش باش ينجح، ما وفرتوش ارضيه النجاح. هذا خطا بالنسبه لنا قاتل، ويتطلب من سيادتك انك لا فقط تطلب السماح لانك دخلت غوله في المنظومه التربويه نتاعنا، ما ايضا ترحل وماهوش عيب. الخطا الثاني القاتل اللي انا نعتبره قاتل، انك سيادتك لا فقط في المسائل التقييميه، اما المسائل الثابته اللي ما فيهاش كلام، انك توصل تعين خوك سي رمضان جلول، تعينوا في المشروع المدرسه الرقميه، تكلفوا بالاشراف على مشروع المدرسه الرقميه، تعين خوك بالمراكنه ومكتبه موجود. خلينا وعنده مكتب موجود في ديوان الخدمات المدرسيه، واتحداك ونقول للاساتذه والمعلمين بلا تفقدوا المكتب في ديوان الخدمات المدرسيه. اين تم تجهيز مكتب لخو سيد ناجي جلول من غير ما يتعدى بالمناظره بالمحاباه، وكلفتوا باش في اكبر حاجه نتاع مشاريع ومتاع المصاريف ومتاع النفقات ومتاع الصفقات. يعني سيادتك قاعده تهندس فاش ما نعرفش، اما نعرفوا على الاقل انه عين معاه مجموعه نتاع اساتذه في الاعلاميه ولاهين بالصفحات تاع سيادتك ولاهين يصوروا في الاساتذه والمعلمين، وتصور تو اللي تندوا بهم واللي حفظتهم البارح كي جيت حتى كمعلم طلعت معلم ماكش ناجح لانك ما عرفتش تقري المجموعه نتاعك كيفاش يعاونوك خاطر غرقوك. هذوما قاعدين يتصوروا من الساده من الميليشيا اللي حطوا من سيادتك في المكتب هذا، ونحن ما نسمحوش بيش هذا، ما نسمحوش تصور في المعلمين والاساتذه وتعمل فيها على شنو؟ باش تعمل شنو هذا مشروع المدرسه الرقميه. نخرج الموضوع هذا من هزك بقى اخرى. قدمك مهتم بالمشروع المدرسه الرقميه وبالحضاره وبالتقدم، كلمتك 1000 مره وكلمت قبل ما نوصلك لسيادتك كوزير، كلمت المشرفين اللوطه، ابدا من مدير الشؤون المدرسيه والوالي. علاش؟ على التلامذه اللي سيادتك ماكش لاهي بهم، خاطر هذوك مش زينوا لك صورتك، اكل يمشيوا 19 كيلومتر على ساقيهم، مشي وجاي كل يوم، مدرسه ابتدائيه شيء يحزن القلب في القاصرين، في اسمها هي عماده ولاد خليف وغيرها 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 وغيرها. 20,000 مره نكلموكم، الاساتذه الولاد احتجوا، التلامذه احتجوا، ونقول لكم راهو عيب، راهو عيب تلامذه يمشيوا 19 كيلومتر على ساقيهم مشي جاي كل يوم، راهم صغيرات، تحكي لي بالشعارات المدرسه تسعيد ابنائها، قلت لك المدرسه راهي قد تفرط في ابنائها، تعمل في شعارات تاع اللمجه، وهما حتى باش يوصلوا للمدرسه يوصلوا عرايا وحفايه، حتى العلم كيفاش يقراوه، كيفاش يتعلموه. سيادتك يا سيد الوزير